مشكلة القيم في المجتمع المغربي هو أنه وقعت عندنا تحولات مجتمعية ما عرفناش ننظموها وما عرفناش نأطروها من خلال الوسائل ديال التأطير اللي كتولاها الدولة بحال المدرسة، وسائل الإعلام، وسائل قنوات التواصل اليومية والإرشاد اليومي. هذه التحولات خليناها غدا في الاتجاه ديال المجتمع الاستهلاكي، واختارينا واحد الليبرالية متوحشة على المستوى الاقتصاد، خلقت لنا واحد الذهنية ديال الاستهلاك الوحشي يوميا، وخلقت واحد النوع من الأنانية بسبب وجود فساد كبير في المؤسسات. انتشار الرشوة والفساد خلق عند المواطن شعور بأنه إذا ما دخلش في هذا النسق حقوقه كلها غتهضم، ما غيصور والو. خصو يدخل في النسق ديال الفساد باش يقدر يقضي غرض ديالو. دونك الا مشيتي ولقيتي واحد الصف فيه 50 واحد وكتحسب الوقت وكتقول غادي نجلس هنا ساعتين، كتعطيه 20 درهم باش تقضي غرضك بلا ما تحترم. ولكن في المقابل ممكن تمشي للفيسبوك وكتقول جميعا لمحاربة الفساد. هكاك ممكن تمشي للفيسبوك وتعطي وجه آخر. بطبيعة الحال المغاربة هما الأولين في هذا الشيء، هما الأولين في أنه يقولوا لك الكلام اللي تعتقد أنه راه مزيان، ولكن احنا كنشوفوا السلوكات ديال الناس، كنشوفوا الممارسة.